تتمرن للفشل العضلي ولا لا؟ عشان الموضوع عليك ده كبير جدا. فان شاء الله فيديو النهارده هخرجك فاهم الموضوع كله وعارف الاجابه. واستنوا كده نقعد عشان نعرف نتكلم مع بعض. نتكلم بقى. قبل ما نجاوب على الموضوع ده تعالى كده نقسم التمارين لنوعين. اول نوع وهي التمارين المركبه، او بمعنى صح اللي بيشتغل فيها اكتر من مفصل وغالبا بيشتغل فيها اكتر من عضله. تاني نوع هو تمارين العزل، ودي تمارين بيشتغل فيها مفصل واحد وبرده غالبا بتشتغل عليها عضله واحده بس. اول حاجه التمارين المركبه طبعا زي مثلا البنج بريس، اللات بول داون زي العقله مثلا، او السحب العالي، السحب الارضي، الروز، اي تمارين فيها سحب عامه، السكوات، الديد ليفت. فبالنسبه للتمارين المركبه هل تتمرن للفشل العضلي ولا لا؟ قبل ما اجاوب على الموضوع ده تعالى اوريكم بحث اتعمل على مجموعتين. اول مجموعه اتمرنت للفشل العضلي او للماسل فيلير، تاني مجموعه اتمرنت من 80 ل 90% من الفيلير، او معنى صح من الفشل العضلي. يعني باختصار كده لو المجموعه الثانيه دي كانت بتقدر تجيب 10 عدات بايا كان الوزن ده للفشل العضلي بتاعها، بقت بتلعب مثلا 8 9 عدات، يعني من الاخر سايبه عده او عدتين في التانك بتاعها. النتيجه كانت ان المجموعه اللي اتمرنت من 80 ل 90% للفشل العضلي اولا بنت عضلات اكتر، ثانيا الاداء بتاعها كان احسن في التمارين، والاستشفاء برضو عندهم كان افضل، وفي نفس الوقت احتماليه ان يجي لهم اصابه كانت اقل من المجموعه الاولى اللي اتمرنت للفشل العضلي. وعشان اقنعك بالموضوع ده ونحل الموضوع ده صح، عايزين بس كده نتكلم هي العضله اصلا بتكبر ازاي، العضله بتنمو ازاي عامه. العضله بتنمو عن طريق ان انت بتحط عليها ضغط، وده ما يعرف بالفوليوم او الفوليوم اوف تريننج. والفوليوم ده اصلا بيتكون من بيتكون من الوزن في العدات في المجاميع. فعشان اوضح لك الموضوع تعالى ناخد مثال. فلنفترض في شخص بيقدر يلعب بوزن 100 كيلو بنج بريس 10 عدات، ده الفيلير بتاعه. ده يعني لما يجيب ال10 عدات بال100 كيلو دي، ده بيوصل فيها للفشل العضلي. فلو نفس الشخص ده اتمرن للفشل العضلي هتلاقي الريتم بتاعه ماشي كالتالي. اول مجموعه مثلا هتلاقيه لعب ال100 كيلو في 10 عدات، تاني مجموعه لعب ال100 كيلو في 8 عدات، تالت مجموعه لعب ال100 كيلو في 6 عدات مثلا. وده طبيعي، انت لما بتلعب للفشل العضلي بتلاقي الاداء بتاعك بيقل مع الوقت. فلو جينا حسبنا الفوليوم للثلاث مجاميع دول هتلاقيهم مثلا تقريبا حوالي 2400. طب لو نفس الشخص ده اتمرن بنظام زي ما احنا كنا بنقول في البحث اللي فات، ان هو لعب من 80 ل 90% من الفشل العضلي بتاعه، بمعنى صح بيسيب عده لعدتين في التانك، هتلاقي المجاميع بتاعته مشيت كالتالي. اول مثلا مجموعه قدر يلعب ال100 كيلو في 9 عدات، تاني مجموعه قدر يلعب ال100 كيلو في 9 عدات برضه، تالت مجموعه قدر يلعب ال100 كيلو في 8 عدات مثلا. فهتلاقي المحصله النهائيه او الفوليوم اوف تريننج بتاعه تقريبا حوالي 2600. فكده انا اقنعتك، اللي ساب عده لعدتين في التانك بتاعه كان الفوليوم بتاعه اعلى، فبالتالي ضغط اكتر على العضله، فبالتالي بناء عضلي اكتر. وده طبعا غير الفوائد اللي انا قلتها في الاول، اللي هو مثلا الاستشفاء عنده بقى افضل، احتماليه ان هو يجي له اصابات بقت اقل. ولكن للاسف اغلب الناس اللي بشوف تتمرن في الجيم مش بتتمرن كده خالص. بمعنى انت مثلا تقعد تقول لهم ده سيب عده او عدتين في التانك، وهو يبقى فاكر ان هو سايب عده او عدتين في التانك، ولكن هو لا، يعني هتلاقي في الحقيقه بيسيب لك بالخمس والست عدات في التانك بتاعه. فكده الفوليوم بقى قل كتير جدا، فانت كده مش هتبني عضلات. وطبعا لما تيجي تكلم اي حد يقول لك لا طبعا انا مش بعمل كده، ولكن انا عايز اقول لكم حاجه، انا اكاد اجزم لك ان 90% من الناس بيعملوا كده في تمرينه الرجل بتاعتهم. يعني تلاقيه مثلا بيلعب على كاز الليج اكستنشن او الليج بريس او ايا كانت تمرينه الرجل، وبيسيب لك بالست والخمس عدات، ويجي في الاخر يقول لك انا جينات رجلي وحشه عشان كده رجلي مش بتتحسن. لا، انت جينات رجلك مش وحشه ولا حاجه، بص للتمرين بتاعك وانت تفهم ايه سبب ان رجلك مش بتتطور. فاتمنى لو انت بتعمل كده في ايا كانت العضله مش الرجل بس، راجع نفسك واتمرن بشده كافيه عشان العضله تكبر. ندخل بقى على تاني نقطه، تمارين العزل، اللي هي زي ما انا قلت في الاول بتشغل مفصل واحد وغالبا بتكون عضله واحده، زي مثلا تمارين للباي او التراي او السمانه مثلا، سواء بقى بتلعب على الكيبل او على بالدمبل او البار ايا كان. في تمارين العزل انا ما اقدرش اقول لك ان غلط تماما انك تتمرن فشل عضلي. ليه؟ لانك مش بتضغط على المفصل زي التمارين المركبه، وفي نفس الوقت برضو الضغط اللي على الجهاز العصبي مش زي برضو في التمارين المركبه. ونصيحه في الاخر كده، عشان اغلب الناس بتقعد تلف وتدور، ومتدربين عندي عندهم نفس العقليه برضو، ويقعد مثلا يقول لك انا هتمرن بمده راحه بين المجاميع اقل شويه عشان التايم اندر تنشن يكون عالي، واللي يقول لك انا عايز ادخل السوبر سيتس او الدروب سيتس او ايا كان، وطبعا زي انا لازم ازود سعراتي قوي عشان اقدر ابني عضلات. بص من الاخر، خلاصه بناء العضلات مش في السعرات ولا السوبر سيت ولا الدروب سيتس ولا الكلام ده كله. الموضوع يتلخص في جمله اسمها البروجريسيف اوفرلود او زياده الحمل التدريبي. لازم تركيزك كل فتره ان انت يا اما تحسن من اوزانك تزودها، يعني تزود من عدات، او ادائك يتحسن مع الوقت. دي اهم قاعده في انك تبني عضلات عامه. انا
انا عارف اي نعم ان انت تزود سعراتك ده بيهيئك ان انت تكون في بيئه مناسبه ان انت تبني كتله عضليه، وده كلام جميل جدا، ولكن احنا بنتكلم ايه البيز. يعني ممكن تبقى انت قاعد مزود سعراتك، يا مزودين سعراتي وباخد بروتين كفايه جدا وباخد اعلى من احتياجي كمان من البروتين وكل الكلام ده، وتلاقي نفسك في الاخر مش بتبني عضلات. طب ايه السبب؟ السبب الاساسي في فكره ان انت تمرينك مش كافي. خلاصه بناء العضلات زي ما قلت في الاول في البروجريسيف اوفرلود. طبعا السوبر سيت والدروب سيتس كلام جميل جدا، ولكن ده مش الاساس، ده مش البيز بتاعك. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو اي حد عنده اسئله يسال تحت في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.